إذا رسميا المنتخب المغربي بطلا لبطولة الأمم الإفريقية بعد ما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب البطولة من المنتخب السنغال وإعادة منحها لمنتخب المغرب نتيجة لانسحاب السنغاليين من نهائي البطولة بعد ما الحكم حسب ركلة جزاء للمغرب ضيعها إبراهيم دياز بعد ما كان فترة انسحاب المنتخب السنغالي حوالي نص ساعة تقريبا من وقت المباراة. ووقتها أنا حكيت إنه المنتخب المغربي انظلم، حتى لو كان في قرارات تحكيمية مثيرة للجدل. قرار الانسحاب هو شيء سلبي ومرفوض، لأنه فعليا الهدف منه مش الاعتراض على قرارات الحكم بقدر ما هو الهدف منه تشتيت الخصم وإجباره على إضاعة ركلة الجزاء عن طريق إثارة الجدل والبلبلة خلال المباراة. وانتشار ثقافة الانسحاب أثره سلبي على كرة القدم ككل، لأنه حرفيا بتصير مسخرة. ولكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح، وألف مبروك لمنتخب المغرب وعشاقه حول العالم وبالوطن العربي أجمع، وكل التوفيق له في المحافل الدولية القادمة وأبرزها مونديال 2026.